كان يعتبر عقيم، ما فيش اي تقدم. فالحمد لله القياده السياسيه حاليا بدات بخطوات جميله جدا، وهي على راسهم حياه كريمه. يعني حياه كريمه بدات مش بتطوير حاجه واحده في الريف، لا ده تطوير ريف كتوسعه في الرقعه الزراعيه وتبطين ترع ومشاريع داخل الكتله السكنيه. يعني مشاريع في الزمام الزراعي اللي هي صرف مغطى او توسعه رقعه زراعيه، اما في الكتل السكنيه ممكن رصف طرق، تبطين ترع، اناره، رصف شوارع، اقامه وحدات محليه في قرى محرومه، اقامه وحدات صحيه، طبعا. وبنطالب كمان باقامه مراكز شباب للقرى المحرومه من ضمن حياه كريمه. فحياه كريمه تعتبر حياه، يعني حياه شامله داخل الريف فعلا كنا بنفتقدها من 30 سنه. النهارده في وجود القياده السياسيه الحكيمه فعلا حياه كريمه خلت الانسان او الفلاح داخل القريه يتنقل نقله جديده متطوره جميله، حس بذاته. تمام. ويمكن كمان من الجهود اللي قامت بيها الدولة خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، إنها فعلت نظام الزراعة التفاعلية. كلمنا عن أهمية هذه الزراعة، وهل فعلا أسهمت في زيادة دخل الفلاح؟ هي الزراعه اسمها زراعه تعاقديه. التعاقدية عفوا. التعاقديه التعاقديه احنا كفلاحين مش كل المزروعات بنتعاقد عليها. احنا جميع المزروعات الخضروات ما بنتعاقدش عليها لان لها اسواق. يعني ازرع الزرع وله سوق العبور وسوق اكتوبر والتصدير. تمام. اما الزراعه التعاقديه اللي هي ليس لها سوق محلي مش موجود. زي ايه؟ يعني احنا الفلاحين اتعاقدوا على زراعه البابونج والشيح اللي هي بتخش في صناعه الادويه. تمام. فلازم نتعاقد عليه، لان انا لما ازرع شيح او كاموميل او بابونج ملوش سوق. مين يعرف الشيح والبابونج والكاموميل؟ محدش. ما فيش الا مصانع الادويه هي اللي تاخده عشان تعمل ادويه وتدخله في صناعه الادويه. فلازم اتعاقد مع الشركات الادويه عشان ازرع لهم المزروعات دي. زائد مثلا السكر، زراعه البنجر والقصب والتمور لازم برضو نتعاقد عليها، عشان انا مش هبيع بنجر، مفيش سوق للبنجر. فلازم مصانع السكر تتعاقد عليها مع الفلاحين، نقوم نزرع بنجر، يقوم المصانع. بس بالفعل كان في تسهيلات اتقدمت للمزارعين عشان الدولة تشجعهم على زراعة البنجر. ايوه، ما انا بقول لحضرتك اللي هي الزراعه التعاقديه. اصل ما ينفعش الفلاح منه لنفسه يزرع. هزرع طب ابيعه فين؟ لازم اتعاقد مع شركات البنجر السكر عشان تاخده. والا لو ما تعاقدتش طب انا هزرعه مين اللي هياخده؟ ملوش سوق. يعني مش هنزل السوق مثلا في وسط خضار كده وابيع بنجر، مش هنزل في وسط السوق كده وابيع قطن. لا، لازم اتعاقد مع الشركات اللي هي خاصه بالمنتج ده، سواء مصانع ادويه، سواء مصانع بنجر السكر وقصب السكر، مصانع مثلا زي الفراوله، برضو في المصانع بتاع المربى او السوق التصديريه. لازم اتعاقد معاه عشان تاخد مني الفراوله تعملوا شغل مربات زي الشركات اللي عشان بلاش اسماء، يعني شركات او المصانع بتاع المربى تاخد مني برضو المنتج عشان تدخله مصانع للمربى. احنا ممكن نحقق اكتفاء ذاتي في القمح؟ طبعا نقدر قوي قوي قوي، ولكن في ال30 سنه اللي فاتوا دول ما حصلش. كنا بنقول عايزين القماشه توسع، اللي هي بنفصل مش القماشه وسعت، بتوسع دلوقتي الحمد لله. برضو القياده السياسيه يعني انا تهيألي انها وسعت كتير. لا ده بتوسع ما شاء الله. طب انا اقول لحضرتك بقى وبالذات مع يعني القوانين الصارمه اللي ضد التعدي على الاراضي الزراعيه حاليا. لا ده غير كمان القوانين، ده القرار العسكري ده ده حاجه حلوه قوي، لان عشان ما حدش يتعدى على الارض الزراعيه، واحنا ضد ذلك. ده بنرفض التعدي على الارض الزراعيه شكلا وموضوعا. اما الموضوع الاخر بقى اللي هو جميل، اللي هو الدلتا الجديده. انا بدعو كل فلاح او كل مصري يتجه كده على فرع رشيد بعد القطه، يشوف الخير بتاع مصر بيحصل ايه. القياده السياسيه عملت ايه؟ خدت قرار بانشاء فرع جديد للنيل او شريان جديد للنهر، بياخد من فرع رشيد
ويجي عند رياح البحيري ينزل ببياره ويعدي الناحيه الثانيه يوصل للصحراوي. مسافة طويلة. مسافه طويله، وبيعدي من تحت خط السكه الحديد اللي هو المكهرب اللي هيتعمل من العين السخنه لاسكندريه، هيعدي برضو من تحتيه بصحارى منه الى الصحراء على جانبي طريق الضبعه. النهر ده الصناعي او الشريان الجديد لمصر فعلا حاجه عظيمه، والله العظيم. الناس على فكره مش واخده بالها، لا روح شوف، روح شوف الشريان الجديد اللي بيتعمل. ده معناه ان مصر هيكون في اراضي جديده مستصلحه، دلتا جديده يا فندم، دلتا يا استاذ ياسر، دلتا جديده. مع مجرد الدلتا دي يعني هتخلي في امكانيه ده مش زراعه بس، ده تبقى الدلتا الجديده هيبقى مشاريع زراعيه على مشاريع صناعيه. ليه؟ لان انا لما بنتج طماطم ويزيد عندي الانتاج هيبقى في مصانع للصلصه تبدا تعمل صلصه، يعني عشان ايه؟ الانتاج وفى يبقى خلاص وفى، زائد يدخله على الصلصه. المنطقه دي فيها عمران؟ لا هي صحراء. صحراء. طبعا العمران بدا من ايه بقى؟ برضو من القياده السياسيه، انها اتخذت انشاء طريق الضبعه الجديد، فلما اتعمل اخترق الدلتا الجديده والتقاطع معاها. امتى هتكتمل؟ وتقاطع معاها الخط الايه؟ القطار الكهربائي. اذا في حاجتين، الطريق بتاع الضبعه زائد تقاطع الطريق القطر السريع، والقطر السريع يبقى ركاب مع البضاعه كده، خلاص احنا عملنا طرق للدلتا الجديده. يبدا بقى ايه؟ يعمل ايه؟ النهر. فالوقت بيعملوا النهر، وبدعوا الناس اللي ما شافش يروح يشوف، اللي بينكر يروح يشوف. انا ما كنتش اعرف، بس لما رحت شفت. تمام. شفت على ارض الواقع في نهر نيل جديد بيتعمل، شريان جديد لمصر، لدلتا جديده لمصر. تمام. حياه جديده. هيبقى البطاله اللي موجوده في الفلاحين ممكن تنقرض وتنتهي. القمح اللي احنا بقالنا 30 سنه بنستورده من بره ممكن نعمل اكتفاء ذاتي. جميع المزروعات اللي احنا بنحتاج من، حتى مشكله الزيوت دلوقتي برضو القياده السياسيه خدت اجراءات احترازيه، برضو ان الدلتا الجديده هيخش فيها المحاصيل الزيتيه زي السمسم ودوار الشمس اللي هو عباد الشمس، الكتان، كل دي بتتزرع وبناخد البذور بتاعتها بتتعصر وبتخش المصانع للزيوت. فبدل احنا بننتج 20% زيوت وبنستورد 80%. بعد الانتهاء من الدلتا الجديده دي والمشاريع اللي هتعمل عليها هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي. هو احنا عندنا اراضي زراعيه غير مستغله؟ لا، عن كل الاراضي الزراعيه اللي في الدلتا القديمه مستغله، زائد التطوير اللي في الصحراء اللي الفلاحين عملوه بقالنا كذا سنه، بيخرجوا للصحراء وبيزرعوا. هل المناطق الجديده اللي هيتم فيها الزراعه اللي فيها الدلتا يعني تم الكشف عن الأراضي الخاصة بيها، وإذا كانت هتكون صالحة للزراعة؟ أنت عارف حضرتك في بعض الأراضي بيبقى أخصب أرض موجودة للزراعة. بس أنا ليا طلب، لما يجي الجهات المسؤولة سواء كهرباء أو طاقة الرياح أو لما يجي يعملوا مشاريع ما تعملوش على الأرض الخصبة، فوق جبل، فوق صخرة، فوق تبة، فوق هضبة. اعمل محطة كهرباء واعمل محطة رياح واعمل طاقة شمسية. انما بياخدوا اراضي، يعني في اراضي خصبة جدا بيعملوا عليها محطات. طب ما تسيب الاراضي الخصبة دي للزراعة، والمحطات والمشاريع اللي هي الصناعية او المصانع اعملها فوق تبة، فوق هضبة، يعني ارض لا تستخدم للزراعة فيما بعد. تمام. انما الدلتا الحمد لله الجديدة اتعمل حساباتها من المراكز البحوث الزراعية، خدت عينات من الارض وعملت جسات وحللت مياه التربه، لان هيتدق فيها ابار جوفيه. فالحمد لله نسبه الملوحه قليله، لان الصحراء الغربيه كلها ميتها ميه جميله، واحنا كفلاحين بندق ابار فيها بالجهود الذاتيه بعد ما بنقترض يعني من البنك وكده. الميه جميله جدا وصالحه للزراعه. انما اللي زاد على كده بقى ان مش مياه جوفيه بس، لا، الشريان الجديد اللي بيتعمل اللي هو النهر الصناعي ده، اللي هياخد من فرع رشيد مرورا من تحت رياح البحيري والناصري بعد القط على طريق نكلة، من تحت الرياحين هيطلع ميه نيل. ميه نيل نقدر نزرع بالتنقيط وبالبيفوت والري المحوري هنزرع. يعني النيل اللي هيتعمل جديد ده ممكن يزرع ملايين الافدنه
سيناء ارضها كبيره جدا، يعني ازاي ممكن نستغلها؟ ما أحسن استغلت خلاص، ما هي استغلال. ترعه الاسماعيليه اخرها اتعملت ترعه الشيخ زايد بالصحارات اللي اتعملت تحت قناه السويس. والحمد لله دلوقتي الشرايين الميه العذبه بتتدفق في سينا، وجاري الوقت استصلاح اراضي في احنا سينا. عايزين نشوفها كده اراضي لا احنا عايزين خضراء كفلاحين يعني. لنا طلب. آه. احنا بنتكلم بس الفلاحين لها طلبات. عايزين اراضي تتسلم للفلاحين عشان ننهي على البطاله في الفلاحين وينتجوا غلتهم وينتجوا الفول. لان احنا كنا الاول بننتج فولنا وغلتنا وقمحنا ورزنا وكل حاجه، وكان الفائض من الرز بنصدره. فلما حصل ان وزاره الري خدت قرار بتقليص من 3 مليون ونص فدان زراعه رز ل 750 الف، ما وردناش ده بسبب الميه الكتير اللي بتحتاج. لا هي الرز بيحتاج ميه بس، ولكن احنا عايزين بديل لرغيف العيش. احنا عندنا ازمه قمح من اوكرانيا، ما بنجيبش قمح، وفي حرب، والبحر الاسود اتقفل والموانئ اتقفلت. فلازم نعمل في بلدنا هنا البديل بتاع لقمه العيش بتاعتنا. بديل السفره عندنا في رغيف العيش الرز. فكنا ما ينفعش نقلص من 3 مليون ونص فدان بنزرعه ل 750 الف بس، نقلص 100 مليون فدان بس في من أي 3 ل محاصيل 2. حيوية حققنا فيها اكتفاء نعم؟ ذاتي؟ في أي محاصيل حيوية طبعا طبعا. مم. اكتفاء ذاتي في البطاطس، اكتفاء ذاتي في الطماطم، اكتفاء ذاتي في الفراولة، اكتفاء ذاتي في التمور. وكنا ثالث دولة على مستوى العالم بعد العراق ودول الخليج. احنا النهاردة مصر تفوقت على العراق. العراق كانت أولى دول العالم في إنتاج التمور. مصر قفزت الثلاث سنين اللي فاتوا دول، بقت أولى دول العالم في إنتاج التمور. فاحنا عندنا لو أنتجنا القمح بتاعنا وعملنا اكتفاء ذاتي، بقى عندنا رغيف العيش والتمور. زمان كانوا بيعيشوا على الحليب والتمور والخبز، ما كانوش بيجوعوا يعني. فاحنا لو اكتفينا ذاتيا من القمح اللي هو رغيف العيش والرز، احنا عندنا اكتفاء ذاتي منه. ولكن قرار وزير الري ان نقلص حصل مشكله. احنا عايزين نزرع ما نصدرش، بس نزرع نوفي احتياجات بطايق التموين لوزاره التموين، عشان المواطن يروح يصرف تموين يلاقي رز بتاعه، واحتياج السوق المحلي. ف 750 الف ما يكفوش لا سوق محلي ولا بطايق التموين. لابد ان نرفع من الانتاجيه بتاع زراعه الرز من 750 الف، القرار يتغير ل 2 مليون فدان. لو زرعنا 2 مليون فدان ولا هنصدر ولا هنحتاج للسوق المحلي. السوق المحلي هيكتفي وبطايق التموين هتكتفي. تمام. فيما يتعلق بالقطن، يعني القطن المصري ده من المحاصيل الهامه جدا الاستراتيجيه. كمان يعني الذهب الابيض. بالظبط. والفراوله احنا مسمينها الذهب الاحمر. والرمله السوداء اللي موجوده من 60 سنه والريس بدأ يعمل مصنع عليها، ده اسمه الذهب الاسود. زائد الذهب الاصفر اللي هو القمح. اتكلمنا عن نظام المزادات هي الحلقات، والى اي مدى ممكن يعني يساهم في وضع افضل للتسويق؟ هو ال 30 سنه اللي فاتوا كانت صناعه القطن تدهورت، والفلاح المصري كان في حاله لا يرثى بها، وكان بيزرع القطن ما بيلاقيش تسويق له. النهارده القياده السياسيه خدت قرارات جيده، ان سمعوا كلام الفلاحين. يعني الفلاحين بنقول ايه مشاكلكم في القطن؟ قلنا لهم الحلقات بتاع القطن بدات تتباع في المزادات وتتقلص، والموازين الاباني مش موجوده، بدات ترجع تاني. فالدوله بدات ترجع حلقات القطن، وعشان يتعمل موازين الاباني تبقى موجوده، ويبدا الفلاح يروح يورد للحلقات ويتعمل وزن وياخد المستحقات الماليه بتاعته، ويبدا يورد، ومصانع المحله تشتغل على القطن المصري. فيما يتعلق بمستلزمات الانتاج، يعني هل هي كافيه عندنا ولا محتاجين نحدثها او يعني نجلب معدات افضل؟ مستلزمات الانتاج في متوفر وفي محتاجينه. يعني المتوفر وكان في ازمه والحمد لله حصل انفراجه فيها، اللي هي الاسمده. الاسمده الحمد لله بعد ما الرئيس فتح المصانع بتاع كيما 2 في اسوان، بدات الازمه تبقى في انفراجه. ليه؟ لان كان منطقه الصعيد كلها كانت بتاخد مثلا من مصنع حلوان، مصنع طلخه، مصنع ابو قير، فكان بيعمل عجز في الشمال. انما لما اتفتح في الجنوب مصنع كيما 2 للاسمده،
عملوا وفره هناك، فبدات المشكله تنحل. فالحمد لله. فاحنا عايزين برضو المشكله الثانيه اللي هي الميكنه الزراعيه. الميكنه الزراعيه تتوفر من قطاع الميكنه الزراعيه في وزاره الزراعه، زائد البذور تتوفر، لان احنا عندنا مشكله. تتوفر ولا محتاجين ميكنه اكثر حداثه؟ ما احنا عايزين ما هي الميكنه اللي بتبقى موجوده على الساحه دلوقتي في الدول اللي بره، لما بنيجي قطاع اصلاح الاراضي او قطاع الميكنه الزراعيه في الوزاره، لما بيجي يستورد ميكنه بيستورد الميكنه الحديثه. فاحنا عايزين ميكنه تواكب الشغل بتاعنا في الاراضي النهارده. بدل ما كنا بنستخدم الدراسه العاديه، لا الوقت بنستخدم العفاره اللي هي بتعزل القمح لوحده والتبن لوحده وتعمل. وفي مكابس دلوقتي للرز، تحصد الرز وتعمل مكابس. وفي ميكنه كمان بتكون موفره قوي للميه يعني. لا مش دي ايه، المكن الري. موفره للوقت وموفره للجهد وموفره للمال. انما الميكنه الزراعيه مش موفره للمياه، لا بتبقى موفره للوقود، موفره للوقت، اللي هي الميكنه اللي هي ايه، مكابس الرز، العفارات، الجرارات، المقاطير، كل دي بتشتغل بالسولار، فبتوفر لنا احنا وقت ومجهود والمسافه بتاعه الطريق. الميكنه الزراعيه مثلا الجرار لما بيجي المعدات بتاعته كلها وراه، سواء عزاقه، سواء مقطوره، سواء طرمبه ميه، سواء خطاط، سواء محرات، سواء الزحافه، كل الحاجات دي تبقى ميكنه ورا الجرار. دي بتساعد الفلاح وبتزود له الانتاج بتاعه، بتساعده على الوقت، توفر له وقت وتوفر له عماله، بتزود الانتاج، بتقلل الحشائش في الارض. تمام. كل ديت عوامل مساعده. كلمنا عن التسهيلات اللي بتقدمها الحكومة للفلاح في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الخاص بيه وإمداده أيضا بالتقاوي. احنا عندنا مشكلة تقاوي، لابد ان احنا الهيئة الزراعية ترجع تاني توفر البذور الآمنة عشان يبقى احنا ناخد من مكان آمن ونزرع ونحصد. انما النهاردة معظم البذور بنستوردها من بره، زي مثلا وليكن بذور الطماطم، ما بنزرعش بذور طماطم هنا، فبنستورد من بره. لما بتيجي دولة يحصل فيها حرب او مشكلة، خلاص المواني بتتقفل، بيحصل عندنا احنا مشكلة. انما لما نكتفي ذاتيا من البذور، يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، يبقى اي حروب بره احنا مش هنتأثر بيها، لان عندنا اكتفاء ذاتي، عندنا اكلنا وشربنا، فمش هنتأثر. تمام. ايه هي الزراعة البينية او الزراعة المتداخلة، وهل هي افضل من الزراعة الأحادية؟ انت قصدك حضرتك الزراعة التعاقدية يعني؟ لا، الزراعة البينية، يعني في محاصيل كده بتتزرع مع بعضها. بين يعني بين ما بتزرع حاجة بيبقى في النص كده في ده بيبقى اسمه بقى تحميل. انا بحمل زرع مع زرع. ازاي بقى؟ يعني مثلا انا باجي مثلا وليكن في الشتاء زي دلوقتي، فهزرع مثلا عندي مثلا 5 أفدنة عايز اشكلهم، فبدل مثلا ما ازرع فدان كرنب لوحده، لا بروح زرع كرنب واحمل عليه فاصوليا. مثلا ازرع فدان خس وما اسيبوش لوحده، اروح محمل عليه سبانخ. ده مش بيجهد التربه ولا بيفيد التربه؟ لا ده بيفيد الزرع كمان. بيفيده ليه؟ انا مثلا لما بحمل زرع مع زرع بيفيد الزرع التاني، اللي هو ليه؟ لان في زرع بياخد مثلا 6 اشهر واروح محمل عليه زرع بياخد شهر. يعني ممكن مثلا يفيد في التنوع البيولوجي للتربه يعني. لا غير كده، لا بيفيد الزرعه الكبيره اللي انا زارعها. زي مثلا هضرب لك مثلا الخس، لما اجي ازرع فدان خس واحمل عليه سبانخ او بنجر او فجل احمر، الفجل هياخد شهر بس، فالفجل هيكبر ويغطي على زرعه الخس الصغيره، فهيداري عليها الشبوره اللي بتنزل والندى اللي بينزل، فبيحميها فبتنمو بسرعه. اشيل البنجر يكون الخس كبر. بس دي بتبقى محتاجه تنسيق معين، يعني في نباتات بتمشي مع نباتات تانية. ايوه ما ينفعش ازرع يعني مثلا ايه، انا ما ازرعش خس وازرع فيه ذره اعلى منه مثلا بمترين يموته. لا انا بزرع يعني حاجه بحمل، اسمه تحميل محصول على محصول. النظام ده بيحتاج عماله اكتر. الفلاح اللي فاهمه مع المرشدين الزراعيين او المراكز البحوث الزراعيه عارفه برضو الكلام ده، ان انا بحمل كرنب مع فاصوليا، احمل خس مع سبانخ، احمل ذره مع فاصوليا. بزرع الفاصوليا الاول ولما تيجي هتخرج بالزهر اروح ناقر ايه، الذره،
على ما الذره يكبر تكون الفاصوليا جمعت وشيء اجي اشيلها يكون الذره غطى عشان أرضه. كده بيسموها الزراعه البينيه اللي هي بين أيوة، البنين محصول يعني. محمل على محصول. تمام، دي بتحتاج عماله اكتر. زي برضه البرسيم، انا دلوقتي زارع برسيم فبحمل عليه فول او احمل عليه قمح، يعني ابدر فول في قلب البرسيم او ابدر قمح في قلب البرسيم، بحمل حاجه مع حاجه. تمام. اه وبالنسبه للعماله، العماله، ما الميكنه الزراعيه بقى هي اللي بتوفر العماله. لما يعني دي حاجه مثلا الزراعه دي ممكن تفيد في توفير فرص عمل طبعا. لا، للمزارعين. هو فرص العمل لما في توسعه الرقعه الزراعيه اللي بتحصل دلوقتي في الدلتا الجديده ومشروع غرب المنيا وكده، لما يستوعب العماله والناس تشتغل فعلا هيبقى. طيب فيما يتعلق بالعماله الزراعيه، يعني هل فعلا متوفره عندنا ولا يا ترى يعني ممكن يكون، عارف حضرتك الحياه العصريه الحديثه خلت عند المزارعين بالذات الشباب الصغير تطلعات اكتر، ويعني ممكن تخليهم يفكروا في اتجاه تاني خالص غير الاتجاه لزراعه الارض؟ لا، كل الفلاحين اللي هم اولاد الفلاحين الكبار اللي موجودين اتعلموا ودخلوا جامعات وكده، ولكن في دمهم الزراعه، لانه اللي نشأ جنب كور حداد بيلف الدنيا كلها ويرجع جنب ابوه يقعد جنب الكور. فبرضه الفلاح 100 ما يتعلم ويبقى مهندس او دكتور لازم يرجع للفلاحه ولازم يزرع. كانوا زمان بيقولوا محلاها عيشه الفلاح، وما زالت محلاها عيشه الفلاح، لان طول ما في توسعه للرقعه الزراعيه محلاها عيشه الفلاح، لان هنزرع وناكل ونعيش وننتج قوتنا. هل لسه قلبه مرتاح؟ الحمد لله. الامل موجود عند ربنا. ايه المشاكل اللي بيواجهها؟ هو رقم واحد مشكله الفلاح ان هو يعني مع التطور اللي حصل ده كله محتاج بقى تسليم ارض له، فبيسال بقى يعني هل يتوجه لوزاره الزراعه في قطاع استصلاح الاراضي، ولا يتوجه لشركه الريف المصري عشان يحصل على ارض عشان يشتغل وهو عنده يعني تخطيط جامد، هو قادر يزرع بالتنقيط وبالرش وبكل حاجه، وهو متطور. يعني الفلاح الحالي دلوقتي سواء راجل كبير او شاب متطور عنده استعداد يزرع بالغمر ويزرع بتنقيط ويزرع ببيفوت، يعني هو عنده استعداد، ولكن ينقصه القماشه الارض عشان نزرع وننتج غلتنا بنفسنا. فهو محتاج ارض، زائد المشكله الثانيه اللي بتؤرق الفلاحين، في مشكله داخل القريه في الكتله السكنيه بتاعته، وفي مشاكل في قلب الزراعه بتاعته. المشاكل اللي داخل القريه احنا الحمد لله بتتحل في حياه كريمه، اللي هي رصف الطرق، الاناره، الصرف الصحي، القريه اللي ما فيهاش وحده صحيه بتتعمل لها، اللي ما فيهاش وحده بيطريه بتتعمل لها، فالحمد لله. بس في اماكن لسه المرحله الاولى بتاع حياه كريمه ما دخلتهاش، فعايزين رئيس الحي او رئيس الوحده المحليه ينظر لها. يعني النهارده شارع ناهيه بنخاطب السيد محافظ الجيزه، كان في بولاق الدكرور من يومين، ورئيس الحي ما دخلوش شارع ناهيه. لو دخلوا شارع ناهيه كان شاف التكسير والمطبات والمجاري اللي ضاربه بقالها 6 اشهر ما اتشفطتش. كان على رئيس الحي على الاقل يجيب جليدر يمسح الشارع، يحط له شويه حصوه عشان الناس تقدر تمشي. الطريق الابيض اتعمل وما اتعملش للفلاحين انفاق يعدوا الناحيه الثانيه لزراعتهم، يعني الكتله السكنيه في ناحيه والزراعه في ناحيه ثانيه، والطريق الابيض اتوسع ما شاء الله. احنا عايزين تطور، بس الطريق ده سريع جدا اسرع من الدائري، فالفلاحين عايزين انفاق يعدوا للارض عشان يشيلوا الغله، يدخلوا الجرارات، يدخلوا المواشي بتاعتهم. منطقه المعتمديه وارض اللواء والبرك الخيام والكفر وناهيه، كل دي عايزه انفاق، كل قصد قريه عايزه نفق عشان يعدوا الناحيه الثانيه يسوقوا منتجاتهم، يحرثوا اراضيهم. انما لو طلع على الطريق من فوق بتحصل حوادث واحنا في غنى عن ذلك. تمام. الكارت الذكي الخاص بالفلاح يعني وصل لغايه فين؟ جميل جدا، وكويس ان انت حضرتك فتحت الموضوع ده. الكارت الذكي منع التزوير، منع التغيير في البطايق، ان انا لما احصل على المقنن السمادي بتاعي محدش ياخده غيري. ولكن لينا طلب ان الفلاح اللي بيروح يعمل دلوقتي الكارت الذكي
بيقعد بالست اشهر والسبع اشهر ما يستلموش. طب انت عملته ودفع الرسوم وخد الايصال من البنك، طب ليه بتقعدوا 6 اشهر 7 اشهر ما يحصلش عليه؟ ليه؟ انا بقول ليه يعني انجز في الجهات اللي هي بتصدر لان الفلاح عنده مشكله ما بيحصلش على الاسمده بتاعته عشان البطاقه الورقيه ما بيستخدموهاش دلوقتي، مع ان البنك قال لك اشتغلوا بالبطاقه الورقيه او الكارت، ولكن في مشكله عشان يحصل على السماد بتاعه في خلال ال6 شهور بيحصل مشكله. لكن فاحنا هل عايزين سهل عليه ان الفتره هو يتعامل معاه؟ طبعا مفيش دي مشكلة. ايوه دي البطاقه دي جميله جدا، زي بطاقه التموين. كان زمان بطاقه تموين ورقيه وكان في مشكله، النهارده بتروح بالبطاقه تستلم التموين بتاعك ومحدش يقدر ياخده غيرك. فالنهارده برضو انا بروح اخد المقنن السمادي بتاع ارضي، محدش يقدر يحصل عليه غيري ومفيش تزوير. كانت البطاقه الورقيه بتتزور قبل كده. الفلاحين الصغيرين لسه، المزارعين بقى الصغيرين، اتفضل. عندهم مشاكل خاصة بيواجهوها. زي ما قلت لحضرتك، في مثلا موضوع زي ايه، لما بيروح البنك بيجي يحصل على قرض بالذات للرؤوس الماشيه، بيبقى في مشاكل عنده، انه لابد ان يعني مثلا هقول لك قبل ما اجي مثلا كان في فلاحين قاعدين معايا فراحوا حصلوا على قرض من البنك، والبنك اداهم جواب يروحوا العمريه والنوبريه عشان ياخدوا الرؤوس الماشيه. فالبنك مديهم انه ياخد الرأس ب50,000، راح هناك قال له لا ده دي ب60. طب ازاي ان هو حصل على القرض وان الرؤوس دي معموله له ب50 والمكان اللي هيسلمه قال له لا ب60؟ فانا قلت له لا، لابد ان ترجع للبنك تاني وخليه يطلع معاك مندوب. ما ينفعش البنك يديك الملف بتاعك كده ويقول لك روح استلم، وهو بيديك الملف لا، قول له طلع الملف مع مندوب وخلي البنك يطلع معاك مندوب. يعني احنا بنطالب اهو البنك ان يطلع مندوب مع الفلاح اللي خد قرض يروح يسلمه من العنابر بتاع المواشي، هو اللي يسلمه ام 50 او ام 60 او حسب ما هو دفع او اقترض، يسلمه الرؤوس بتاعته. تمام. وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، يعني كلمنا عن أبرز المشروعات اللي بتقام حاليا. المشروعات اللي هي بتقام حاليا اللي هو الرئيس ادى بيها امر وخلى البنك الزراعي اتطور، وهي الرؤوس الماشيه دي. ان الجاموس الحلاب المصري اللي هو كان بيجيب 5 كيلو و6 كيلو، لا هيتطور ودخلوا جاموس ممكن يجيب 35 كيلو، ويعتبر نفس الاعلاف هي نفس العلف اللي هو هياخده او البرسيم اللي هياكله. يعني اللي بتحلب 5 زي اللي بتحلب 30، ولكن لازم الرؤوس دي تتطور. فالحمد لله في رؤوس اتطورت وجت بالفعل، ولكن عايزين مزيد منها عشان الفلاح يحصل عليها ويبدأ يغير الرؤوس اللي عنده بالمنتجة. هو ده تخصص في عالم الفلاحة الإنتاج الحيواني، ولا ممكن الجمع بين الزراعة والإنتاج الحيواني؟ في اتنين، في الفلاح لازم يبقى عنده رؤوس ماشية عشان ينتج هو برضو قوته لبيته، لأنه هو عايش على إيه؟ عايش على حتة الجبنة اللي بينتجها واللبن والحاجة دي، عشان لأنه هياكل ويشرب منين؟ هو بيخبز رغيف العيش بتاعه وشوية اللبن والجبنة بتوعه من المواشي اللي عنده. إنما في واحد بيبقى يعني كبير شوية في التسمين، بدل ما يبقى عنده رأسين 3 4 بيروح ياخد قرض من البنك ويعمل عنبر في الأرض أو يعني كده. الاثنين بيخدموا على بعض؟ لا في واحد بيبقى مسمن اللي هو عنده بيسمن مواشي وبتاع، او مربي، ده بيبقى ايه، ممكن يبقى عنده مثلا 50 راس 100 راس، ده ممكن يبقى ايه منتج البان. ده بقى بيروح يحصل على قرض ولابد ان يبقى عنده عنبر كبير يطور. يعني لو عنده شونه صغيره يطورها، يكبر بقى الشونه ويكبر يعمل عنابر كبيره، لان في لجنه هتنزل تعاين العنبر، وبناء عليه لو عنده عنبر وعنده ارض يقدر يعلف يقدر يوكل، بيدوا له قرض ويجيبوا له الرؤوس ويبدا يشتغل. فبيعمل ايه بقى؟ بينتج البان وينتج جبن وينتج لحوم، لان بيبقى فيه انتاج لحوم وفيه انتاج البان. تمام. يعني في رؤوس لحم وفي رؤوس حلابه. تمام. والثروه السمكيه؟ الثروه السمكيه بقى ديت تبع برضه وزاره الزراعه، ولكن ليها هيئه مخصوصه اللي هي هيئه الثروه السمكيه. والحمد لله
برضو الرئيس خد قرارات فيها، واتعمل مشاريع في الثروة السمكية، والحمد لله إنتاجها نزل السوق دلوقتي. تمام. تأهيل وتبطين الترع يعني وصل لحد فين؟ هو وصل في مناطق دخل فيها التبطين خارج الحياة الكريمة، وفي داخل المرحلة الأولى بتاع حياة كريمة. يعني كل القرى اللي دخلت مرحلة أولى في حياة كريمة بيتم تطوير القرى بشكل كامل، سواء تبطين، سواء وحدات محلية، وحدات صحية، رصف، إنارة. إنما في قرى تاني ما دخلتش الحياة كريمة في المرحلة الأولى وكده، بس في ترع مهمة في القرى دي أو ترع عمومية، فدخلت تبطين حتى قبل ما تحصل عليها حياة كريمة. يعني في منطقة في الجيزة في ترع زي ترعة المنصورية دخلت تبطين وهي لسه ما دخلتش حياة كريمة، بس اتبطنت ترع معينة، لأن الترع دي يعني عليها آلاف الأفدنة وعليها يعني ضغط كبير في الزراعة، فلازم إن الشريان ده يتطهر. في أولوية لترع معينة دخلت تطوير حتى قبل ما تخش حياة كريمة فيها. فاحنا بنشكر القيادة السياسية على كده، ان دي اصل بص تبطين الترع ده، انا ما بقولش على الترع دي ترع، ده انا بقول دي شرايين مصر. يعني النيل ده هو الابهر الاورطي ولا التاجي، والترع دي الشرايين والاورده بتاع مصر. فمصر الشريان الاساسي والقلب النيل، ودي شرايين مصر. فاحنا لما تبطن شرايين مصر يعني بتطهر شرايين مصر. تمام. ما يحدث في اثيوبيا وسد النهضة، هل ظهر له اي تأثير سلبي على المياه في مصر؟ لا، ما الحمد لله ما فيش اي تأثير، الحمد لله. طبعا احنا بنسيب الموضوع ده للقيادة السياسية، هي اللي بتخوض فيه، ولكن احنا الحمد لله كمية نطمن الناس بس. الحمد لله المياه موجودة، وبدليل ان المنسوب ارتفع قدام السد العالي 176 متر، واتفتح خور توشكا وملى المفيض، واتملى المفيض الاحتياطي، وبناء عليه الجيش اتحرك وخد الميكنه الزراعيه بتاعته واللوادر والحفرات، بدا يفحت ترع وعمل استدعاء لفلاحين، قال لهم تعالوا ازرعوا رز وقمح. والحمد لله الموسم اللي جاي ده هيبقى فيه يعني زياده في انتاجيه القمح فوق ما نتخيل، الحمد لله. تمام. ده ممكن يقلل سعر الرقاطة. لا يعني هيبقى عندنا يعني الحمد لله المشكله الاستيراد سواء من روسيا واوكرانيا او فرنسا او كندا او كده، الحمد لله هتنفرج. ليه؟ لان احنا الحمد لله الجيش بدأ يطور ويزرع، احنا كمان بنهدف للتصدير، وبالتوازي يعني عن تصدير المحاصيل الزراعيه بالتوازي مع انشاء كمان الصوامع. يعني مقابل ان هو بيزرع قمح ونعلى بالانتاجيه، في مقابل كمان انشاء الصوامع اللي هتستوعب القمح المحلي. على المستوى الدولي هل هناك تقدير لهذه الجهود اللي بتقوم بها الحكومه المصريه لتحسين اوضاع الفلاح؟ طبعا. احنا بنشكر القياده السياسيه ان احنا فعلا بقالنا 40 سنه محرومين. يعني المنظمات العالميه هل حاسين باللي بيحصل؟ لا، احنا مالناش دعوه بالمنظمات العالميه. احنا يهمنا المواطن المصري والفلاح المصري. ما هو ده في خير لينا برضو، يعني فيما يتعلق بالمنتج المصري والتصدير والمشاريع اللي ممكن بتقام. يعني احنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك، احنا الحاجات اللي احنا بنفتقدها اللي هي وبدأنا يعني نخش في اكتفاء ذاتي منها، اللي هي القمح والبطاطس احنا بنصدر منها، الفراولة بنصدر، التمور بنصدر، الفواكه، جميع المنتجات، الخضروات بنصدرها. يعني الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من معظم الخضروات. ففي حوالي 3-4 منتجات استراتيجية زي الفول والعدس والقمح، دي عايزين اكتفاء ذاتي منها. والحمد لله الرقعة الزراعية بتزيد، لو زادت فعلا وزرعت الارض دي هيبقى عندنا اكتفاء، مش ونبدا في اتجاه التصدير. تمام. انا بشكرك في ختام هذه الحلقه الحاج مجدي ابو العلا، نقيب فلاحي محافظه الجيزه، سعدت بوجودك معنا، شكرا لك على هذا اللقاء. تسلم يا استاذ ياسر، وبشكرك وبشكر اسره قناه النيل العائله انها بتنقل نبض الفلاحين على ارض الواقع. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الزراعه
هي الحياة. لولا الزراعة لما كانت الدنيا، مهد الحضارات. غدا نلقاكم.